احنا اللي عملنا من محشي البتنجان ممبار. تعالوا معايا اقول لكم هنعمل ايه وهنعمله ازاي. فولو بقى قمر زي كده، ويا ريت تسيبي لي تعليق وتتابعيني، واي وصفه تحتاجيها قولي لي وانا عينيا ليكي. هنخرج كده بصلتين حلوين زي ما انتم شايفين كده. بص بقى، المحشي حلاوته في بصله، كتر البصل يسكر المحشي معاك. هنضرب الطماطم وننضف الخضار ونغسله غسله حلوه كده، ندبل. بس احنا هنعمله زي ني في ني، يا دوبك بس هي تدبل كده بحاجه بسيطه. نحط الطماطم، نحط نص معلقه كمون، نص معلقه بابريكا، نص معلقه سبع بهارات، ورقتين لوري كده حلوين، شويه الملح وشويه سكر، ونظبط ايه، نسيبها بقى مع نفسها. نيجي بقى هنا نسلق ايه، كرنبايه. معانا كرنبايه حلوه كده، هنحط شويه كمون في الميه وشويه الملح، ونسلق كرنبة كده زي ما انتم شايفين. بصي ما تخليهاش تنهري منك على طول كده. نيجي نقطع بقى. بص تقطيع سهل، اي تحطها كده وتشيلي العرق بتاعها دي هيتقطع معاك في ثانيه، مش هتاخدي وقت وانت بتقطعي. يا ريت واحنا بنحشي كده يبقى بالسهوله دي وبالسرعه دي. اه والله بناخد طول اليوم طول اليوم عمالين نحشي. نقطعه كده حتت حتت. اهو الصلصه ديت لسه شويه. بص بقى، انا عندي هنا الممبار، كنت اقول لكم الممبار معايا البتنجان. بحب كده احط الاول في الحله واشوف هي بتاخد قد ايه، عشان ولا اعمل كتير ولا اقل. هنا بقى التركايه دي بقى، هنحط الخضار على ايه، على التقليه دي، بتدي طعم وريحه للتقليه برضو. هنسيب برضو بايه شويه بره نحطهم على الرز. هنا نسلق الفرخه بتاعتنا بقى، نضفناها حلو، نقعناها في محلول ليمون وملح وشويه دقيق. غسلنا الرزات ونحط التقليه زي ما انتم شايفين. هنقلبهم بقى في بعض كده، ولما تعوز بصي لاقيها لسه حطي يعني لان انا كنت عامله تقليه كتير فانا قلت مش هحطها كلها، فكنت بحط اي حاجه بسيطه بحاجه بسيطه. شويه الخضار اللي قلت لكم هنشيل عشان يدي لون وريحه برضو بطعم. بس اللي احنا حطيناه على التقليه دي اساسي. نفرش ورقه كده بقى في القعر برضو. بص اسهل من لف المحشي مفيش، في ثانيه في ثانيه والله، بس يكون متقطع كده حتت مش وحدات. بصوا اسقي برومها جامد عشان خاطر ما ايه، ما تفكش منك في الحل. اهو هنحشي برضو بالبدنجان، نسيب زي عقلة صبع كده لان هو كده كده